بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب من الكتاب وما هو من الكتاب لا استنى ما عندكم وقف به نقف الوقف الهبطي به. وإن عود لكم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب نعود. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تو نبدأ فما خطرت وجوه جديدة. ويقولون على الله الكذب. شفنا احنا وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما وقف هبطي وما هو من عند الله. نعم نحطوا الوقف الهبطي. جابوا لي مصحف مساج واش خلي يتبعوا مادام صفحة 60 لاباس أستاذ. سيدي. ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله. بارك الله فيك. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. 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 لا وهم يعلمون. الوجه الثاني اللي قالون وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما زال فمش وقت دقيقة. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس
به ريتو ما كان لبشر أن قعد غادي سيدي ورش يحب النقل معناتها يقعد آخر شيء. احنا نقرأ كان في سيدي نافع ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة، تكرر الحكم الورش، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم، غادي ميم جمع القانون تعلمون الكتاب وبما كنتم كيف تكرر الحكم. من مباشرة نجيبوا الوجه الثاني نجيبوا سيدي قانون ضم ميم الجمع. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعطيكم الصحة. ورش مباشرة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم الكل غادي يخفوا ورشوا وقالوا لكم جيبوا صاحب الرتبة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الوجه الثاني لقانون الثالث. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وتوا سيدي ورش. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. نعملوا العطف نستانسوا به شوية بالنسبة للجدد والقدم تعرفوا الحمد لله. نقفوا على النبيين بالتوسط ونرجعوا لها نعطوها بالطويل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن
أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. كلهم فرد كلمة يحب ورش يحب أيأمركم وقالون يحب الضم قدموا سيدي قالون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ورش أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. المد المنفصل بمقدار ألفين قالوا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. طول الجمع لقالون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الوجه الأول لورش وإذا أخذ الله أريد النقل في عضو وإذ ينحي الهمزة جملة ينحيها الهمزة والحركة بتاعها حتى فك الساكن هي وإذ ولد وإذا الحركة بتاع الهمزة وتتنحى الهمزة وإذا خذ هذا يتسمى النقل بالنسبة للجدد. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الوجه الثاني لورش مد البدل بمقدار التوسط. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الوجه الأخير مد البدل بمقدار الطويل. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. نرجع سيدي قالون قال قررتم تحقيق الهمزة الأولى والتسهيل الثاني إدخال ألف بينهما. قررتم قولوا قال قررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قال كلهم في أقررتم الكلمة هذه. نكملوا أوجه قالون الكل. قال أقررتم وأخذتم لا مع النش منفصل بعض. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. الوجه الثالث والأخير قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. ورش عنده زوز أوجه. الأولاني الإبدال يبدلها الهمزة الثاني حرف مد مع مد ونقاف قاف شنو ساكنة ولذلك يولي مد وبعده سكون يولي الإشباع المد الطويل. هذا الوجه الأول. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. الوجه الثاني
التحقيق الأولى والتسهيل الثاني بدون إدخال. قال أقررتم أقررتم أقررتم. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا قالوا أقررنا قالوا أقررنا قالوا أقررنا قالوا أقررنا قالوا أقررنا. كون قلقلة اضطراب أقر مرش يقولوا أقا يردوها فتحة مش صحيح هكا. قال أقررنا قال أقررنا مش صحيح مش فتحة هو اضطراب في مخرج الحرف يصير فيه اضطراب تخرج هذه النبرة القوية اللي هي القلقلة. قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بالعطف وأنا معكم من الشاهدين. وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الوجه الأول لورش فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. طويل. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. توا التقليد الوجه الثاني فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قالون أقرب الوقت. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طوع سيدي ورش أفغير ريتو خاطر سبقت بيا ساكنة تورقة قراء مش أفغير لا را كما الآ باء را نفتحوا فمنا أفغير ريتو احنا نحافظوا على صوت الحرف ومن بعد اللي بعده نكملوا مش كيما تو لا قالك علاش انت النون تنطقها وفمك مضموم انا ننطق في الضمه نتاع الحرف اللي قبلها جاء السكون انت عليه لا يجب ترجع الفتحه شكون قال الكلمه هذه وعلاش ما ترجعش الكسر علاش ترجع الفتحه كيف تحب تفلسف انت علاش ما شديت كذا ما واش بيك ما نرجعوا للكسر هذه غلط هذه القراءه مشافهه كون يا ولدي وين الضمه الساعه قبل ما نمشيو الساعه للسكون والغين قل لي كو اما كي تقول كو هذا يتسمى اختلاس الضمه كو وانطق بالاخفاء كنتم لازم ترجع واش ترجع والفتحه والوين علاش ما ترجعش الكسر انت كيف تفلسف اعطيني القدامى الكتب من ابن مجاهد اللي سبع السبعه وحتى اللي قبله ابو موسى الخقاني وانت جاي حتى الابي عمرو الداني والشاطبي والكل اعطيني النص ما فماش كلها فلسفه من بعض مشايخ
فماش 70 سنة 80 سنة هكا ولا غالب صارت هالفلسفة كل واحد شي يطلع. ما الإخفاء خلي فمك محلول، فهمتني؟ أم به يقولك لا أم به، ما علاش اسمه إخفاء؟ قالك يلزم إخفاء معناتها الحرف معناتها ما عادش تنطقوا. شنو هو؟ وين الصوت؟ شنو هو؟ قولك لا شوي هاي به شنو الصوت؟ وين الميم؟ علاش سمي إخفاء؟ يسركم ديما أثبت عليها باش ندرجوا عليه، لأنه كل حرف يخرج من المخرج مرة. كان باش نجيو شو اخزروا كيف نقولوا أم، شوفوا الفم اشتق أم، تسكر الفم باش نطقنا باش بالميم. طيب شو نقول به؟ شو نقولوا أب، حرف اخر هذايا بحركة واحدة يتنطقوا زوج حروف. قول أنبي، فم سكر تحرك مرة واحدة، عبارة باش تنطق بحرفا، سمي إخفاء لأنه بحركة واحدة نطقنا زوج حروف، مش عليه تفلسيف هذا. ملا أفغير، ما نقولش أفغيري ولإيمانك هو تقليد. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. أي سيدي المولى سبحانه وتعالى أمرنا أمر، قل صدق الله، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. تقولوا لا ما عادش تقول صدق الله العظيم بنا. مشارق الأرض ومغاربها من وين؟ قراء الكل تعرف ذكر رب، لا ما عادش تقول بنا. في المخ كي يتزبس، فهمت ولا لا؟ هو اللي فيه ستوكو ما عادش ما هذوبا أعرض عليهم وكا. أجد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا قلنا إن شاء الله الرسالة اللي مشينا فيها شوط كبير ياسر، احنا نحبوا العقيدة وغيره باش ناخذوا زادة نمشيوش نكتبوا آخرين. الرسالة بيدو بالنسبة للجدد اللي ما خلطوش والقدم يعرفوا باش نرجعوا هكا، أما بشرح آخر مش شرح الآبي خير شوية أحسن شوية، شرح النفراوي اللي هو اسمه الفواكه الدواني، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني العالم الجليل، تعرفوا خذيتوا عليه بسطة. هو وسيدي محرز ولاد خالة، قلنا ولاد خالة وزوز أولياء صالحين وزوز من أكابر العلماء. توفى سنة 388 هجري، كما يقول 386 هجري ابن أبي زيد القيرواني. كانت رسالة عظيمة بأمر من ابن خالته سيدي محرز باش يكون رسالة للوليدات الصغار يعلمهم فيها فضل معناتها القرآن وغيره. عاد يقول نقرأه تبركا فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه، قبل الأول بالكل ذلك أش قال؟ قال الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، بنعمة ربي الإنسان ربي سبحانه وتعالى خرجه للوجود وخلقه سبحانه وتعالى، خلق الإنسان وخرجه للوجود بنعمته. حتى الدليل أن ربي أكرمنا بالوجود، غيرنا مثلا مش موجود، يمكن عام جاي تولد، يمكن بعد 20 سنة. احنا أكرمنا ربي بالوجود كذا وزي هذا يمشي كلها نعمته هو، نعمة الوجود. ولذلك بتخاف من حتى شيء. هذا شنو؟ وصوره في الأرحام بحكمته، في رحم أمه
صوره بحكمة عظيمة سبحانه وتعالى، وأبرزه ظهره، لأن كل شيء في الأجل مكتوب كلهم باسمهم ولقبهم، وقت يجي وقت يعيش وقت يعمل في الأزل، هذا موجود. أبرز سبحانه وتعالى، ذلك يقولوا يبدي ولا يبتدي، يبدي يظهر، كل الخلق موجود. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، حتى مازلت ما خطتش ما جاء يوم القيامة موجود يوم القيامة والأرض وكل شيء، وسيأتي ويقول يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا، كله في ذي موجود، وبش يقولوا مازال ما خطتش المحطة برك. فقوة لله، الله أكبر، خلقك وخلقك حتى في الوجود. فما ناس مخه كاكا سخايب ربي يخلقوا باش يبشمتوا في الدنيا، يعذبوا ويزيد في الاخره ينحي له اصله. هذا ظنك في ربي اللي خلقك وخرجك للوجود ومتعك، سخر لك شيء قوه لله. هاك الكعبه برقدان ما جاتك الا ما شقاو عليها وكانت هكا، وحطوها في التراب وخرجت مشتله وحفروا وصبروا وجيب هذاك يسقي الماء وعملت وخرجت برقدان وشريوها بالقروب برمشي وخلطت لك بالتفصيل جيدتك. عندك سكينه باش تقص تلقى ساعه القشره البرانيه تخرج ريحه ما شاء الله، وتشوف تلقى القطن اللي ملفوف من غادي، كان القطن اخر لما يحلنا لهنا مشينا كل شيء ما شاء الله تخزر وكل الخيوط كيفاش لي فيبر نتاعها من غيره، ومن بعد تزيد تحل لك الابراج هاك البلاستيك الجيد اللي هو ما فيش حتى ربع ضرر، بل بالعكس فيه معناتها منافع، وتزيد تحل البرج تلقى فهمتي لسانات صغيرين مليانين بالماء والحبه هذا كله صنعوا لك اللي كنتي، وهو يجي يعمل هكا وهو انا ما فهمتي ولا هو معطاني يا ولدي شبيك يا ولدي خمم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، اخزر ساعة أنت ايش قاعد تاكل، ايش عمل لك ربي من خيرات باش تحمد وتقول يا ربي لك الحمد. هكا ربي خلقك في هذا، ما خلقك في هذا، أنت تستخايف في العذاب وتعمل في روحك في العذاب، ولقد هيجيك العذاب. كلهم تفاءلوا خيرا تجدوه، كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم، فين الخير ما تجيبش، ما تخليش إبليس يأثر عليك ويعمل لك في مخك الشر، حتى لين فعلا يجيك الشر. قالوا الجريدي قالوا سبق الخير تلقى الخير، قالوا سبقناه حتى ما عادش حكينا عنه. ما انت هذا كلام هذا اي ما انت ياسر سبقناه قالوا الخير، ما انت ما يفعلش الخير، هذا كلام. لازمنا نحمد ربي على هالنعم. قال وابرزه الى رفقه وما يسره له من رزقه. يا ودي تشوف الخيرات ايش عمل لك في العيد الكبير وفي العيد الصغير وفي الشيء، راهو قوة وشنو الناس اللي قاعدتك باش توصل لك انت حتى باش تقد بيدك، وربي سبحانه وتعالى يجازيك كل خير. بلا هذه مقدمة بدأ فيها إشارات عظيمة ياسر. وما يسره له من رزقه، زيد وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. أعطاك. علاش احنا تو تشوف أول ما تبدأ بالحكم العقلي في العقيدة تفهم شنو أقسام حكم العقل قداش؟ 3: الوجوب والاستحالة والجواز. هذا الواجب والاستحالة والجواز هما بينهم من قسم وقسمين. عندنا واجب معناتها ضروري، واحد مع واحد شو يساوي؟ يساوي 2. واحد مع واحد يساوي 2، تحتاج لتخمام. وفما عندنا واجب نظري، 4 الأعشر بتاع 40 يجي واحد. كيفاه؟ 4 الأعشر بتاع 40 يجي واحد. هذا ايش يستاهل؟ ساعة واجب صحيح نظري، خلينا نشوفوا النظر. العشر بتاع 40 قداش؟ 10. العشر بتاع 40 نقسمهم على 10 يجينا 4. 4 العشر يجي واحد. شو عملنا نظر وغيره. مالا كل شيء
تشوفوا حتى الأحكام الشرعية سبحان الله. خاطب ربي العقل، علمك ابن أبي زيد القيرواني أول شيء تذكرني عم ربي عليك، راي كبيرة ياسر ما تنساهاش. شوفك الرمانة وك الزين تاعي فيها وقص وتردها تدبغ بهم معناتها الجلود ودويات وشيء كبير، ومن بعد وكل قطن الداير وكل لابس شويه، ومن بعد يجبد قطنك الجيد وكل كذا ولا حبش فيك ومش هيك وجيدتك وحتى تعديت على قداش من يد حبيب انت. كيف نقيس عليك كيف تقول الحمد انت معناتها شخصيا كيف تقول الحمد لله رب العالمين؟ شنو هي المعاني الاستحضار هذيك اللحظه؟ هذيك اللحظه ذيك الحمد الساعه عباره نقولوا له يا ربي احنا رانا ما نعرفوش الحمد، منين نعرفوه؟ هذا لو كان جاء ربي يربط لك النعمه ذي في الدرس اللي تعدى شبدناه، كان ربي يربط لك النعمه بالحمد. شنو معناه؟ معناتها تحب تشوفه بعينيك يلزمك ديما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أكبر. أنت قصيت الريق شاح قصيت يتقص النظر ما عادش ترى، تعاود الحمد لله الحمد لله عاود يخدم. أي والسمع احنا عندنا 3000 لسان، عندنا لسان واحد كيفاش نحمدوا ما بنجمش، عاجزين عن حقيقة الحمد. كأن قلنا له يا ربي الحمد اللي أنت حمدت به نفسك في الأزل، لأنه عالم ربي الإنسان عاجز عن حمده، يعجز تعالى نعمة بركة يسمك 24 ساعة يسمك تخدم كل الحمد لله باش تخدم لك البصر بركة وهالذوق وهالشم وهالسمع وهالكلاوي وهالبصار وهالقلب وهالمخ، ما تنجمت أنت عاجز أيها الإنسان عن حقيقة الحمد. فكأنك تقول الحمد لله يا ربي هك الحمد اللي حمدت به نفسك وإحنا ما نعرفوش وعاجزين عليه، اكتب لنا ثوابه يا ربي الحمد لله. على ما علمنا وما لم نعلم. فما فرق بين الحمد والشكر؟ فما فرق كبير، مش تو احنا درسنا هذا كانش نولي نخلطوا عاد نولي بعد نقول نعملوا الحمد والشكر وكل شيء، بعد نقول سامحوني لا نقرأ ولا فقه ولا غير. تو احنا نقرأ في كتاب الله تو يجينا حقيقة الحمد والشكر مش كيف. ولذلك الحمد على كل شيء، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، على المكروه اللي تكره وعلى المكروه تحمد عليه ربي، لأنك عندك أنت مكروه وكان يوريك ربي حقيقته تلقاها، هذاك هو الدواء وذاك هو الكيف. ده ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما، فضل ربي عظيم عليك ياسر علمك ما لم تكن تعلم. كل واحد علمه فالحياة الدنيا كل واحد عنده بصمة إلا وعنده علم خاص به. احكي مع العباد تشوف، اقعد مع سارح نتاع غلم ونتاع بقر خليه هو يتكلم وانت اسمع وتشوف الفوائد اللي كذا. قالوا سيدي درس حسن الخير كل واحد علمه ربي حاجه، هز واحد سمعه قالوا سيدي باش نعرفوه الكلب ذكر معناتها ولا بالغ معناتها ولا ما مازال جرو باش نعرفوه. قالوا لي ديما ما نعرفش انا ما عالم شو نعرف فقه نعرف تفسير ما نعرفش. قالوا سيدي انا نعرف جاوبوا. قالوا اذا كان حاشاكم ولا يبولي هالساق وهكاك على الحيط ولا على الصلب هذاك بلغ، اما مادام واقف ويقول هي شكون عنده علم ما عندكش انت باهي خايف شمني فيه. اما المهم راهو علم الانسان ما لم يعلم، كل بصمه عند شخص اللي هي مغاير الاخر راهو عنده علم خاص به. هذا من راهو الله اكبر. وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار صنعته. ربي سبحانه وتعالى نبهه الإنسان على، ولذلك الكفر أو الكافر هو اللي يغطي الحقيقة. الكفر هو تغطية الحقيقة. تعرف هذه دبوزة ما أنت فهمتي ولا لا، جيت تحط لي عليها فهمتني كتاب نقول لك شنو هو ذاك كتاب هاو كتاب يودي انا حاجتي مش كاين لا هاو كتاب غطيتها خليها. علاش تغطي في الحقيقة؟ خليها باينة الحقيقة. لعل الانسان يحب الشغيمة لعل كذا عليه الكفر ماله كما قال لك الاستاذ توا كلمة عالمية كوفرير لو كوفراج كله هي تغطية فهمت؟ تو كوفر بالانجليزيه كلها كفر. هذيك هو كلمه عالميه تغطيه الحقيقه. وذلك حتى اليهود
يمنوا بسيد النبي صلى الله عليه وسلم، يمنوا يعتقدوا من داخل، لكن يقول لك احنا نكفر به ما هوش نبي ما دام ما جاش من بني اسرائيل. فهمتني؟ وجبريل هبط عليه الوحي، حتى جبريل ولينا نكرهوه، يكره جبريل مع خاطر قال لك يا ودي ربي امره باش يهبط عليه الوحي، قال لك لا هو ما عنده، ربي يقول لك رحوم، هو يقول لك لا يا ربي رحيم ويغفر، ما قالوا هبط على محمد، لا يهبطوا على واحد اخر من نحن من بني اسرائيل بعد ربي يغفر له جبريل. شو المخ هو الكفر نتاعهم، هو يعلم ان الحقيقه ويغطي الحقيقه، وهو اخطر كفر. ملا ونبهه باثار صنعته واعذر اليه على ألسنة المرسلين. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كفار انت اللي جاوا قبل سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عمره صلى الله عليه وسلم 25 30 مازال ما ولاش رسول، مازال كلهم اللي ماتوا هذوكم هم ماتوا بحول الله على الفترة، ولو هم مشركين ولو كذا، لأنهم لم يأتهم رسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سيد النبي صلى الله عليه وسلم، بوه، كلهم ماتوا قبل بعثة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل فترة. خلي عاد المعجزات اللي جات من بعد وغيره، ما تكلموش كلام يخلط. إذا كان الكفار كلهم هذا غالب ما جاهمش رسول ناجين بإذن الله، إلا من ورد فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي لما يتحاسبوا يعني على أفعالهم مش على ديانتهم. لا دي الأفعال اللي هي متوارثينها وغيره كل شيء. ربي لا يظلم شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. راه ما تخافش إذا كان يعرفوا هذا ظلم وهذا كذا هو المحاسب، أما مش واجب على ربي باش يحاسب، لا مش واجب، لا يجب عليه شيء. هو أوجب من رحمته، أوجب على نفسه أن يحاسب وأن يعمل. لذلك كل شيء في المشيئة. احنا آمن شكون فما هو حاجة توجب على ربي أبدا. ولذلك يقول يجب مش على الله، يجب لله الوجود والقدم، لله أوجب على نفسه مش على الله. خاطر احنا على نوجب عليك برا نمشي بقى واجب، أما ربي سبحانه وتعالى حتى أي ما زلنا احنا تو. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين أنهم الخيارة من خلقه. حتى واحد ويوصل للصلاح ويوصل للصلاح من أكبر الأولياء بعمره ما يوصل لرتبة نبي ولا رسول. أفضل ما خلق الله هم الأنبياء والرسل، الخيارة لازم نعتقدوا هذا من خلقه. فهدى سبحانه من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى. اللهم لك الحمد على ذلك، لأنه ربي سبحانه وتعالى يعطي الدنيا هذه الفلوس والخيرات لمن أحب ولمن لم يحب، ولا يعطي الإيمان معطى بتاع ربي. مش أنا خطر لا ما خشنتي، الإيمان أعطاه لك هو، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. أنت ربي يحبنا، هذا لازمك تعتقده، مش لا خلقنا باش يعذبنا ويمرجنا ويزيد يبشبطنا في جهنم. والله ما هذا عقل فاسد. تي ربي سبحانه وتعالى يوريك الكرم نتاعو والجود نتاعو والرحمة به، أنه يحبك ما دامك أمنت به، راه يحبك. ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. ابدا ربي يقول ما يعطي الإيمان إلا لمن أحب، هذا معناتها ويبين لنا سيد النبي هالمعنى العظيم هذا. وانت ما انت تتهم ربي معناتها بالتهم الخايبه. لهنا ان شاء الله، والحديث ان شاء الله بقيه قبل شيء نفيت رساله ابن ابي زيد القيرواني حاشيه العدمي. نختموا قلنا نرجعوا كتاب فيه الشطر عملناه ما قريناش، قالوا يحبوا حكايه اكاو. عندنا رساله ابن ابي زيد القيرواني وعندنا شرح البورده باش نكملوه بحول الله. نمشيوش نشرموا الكتاب اكثر من الشطر ونجيو نقولوا يزي فيه البركه. اعطينا الصفحه للبيت. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فانت تعرف كيد الحكم. كل خذينا هذا. استغفر الله من قول امرتك الخير لكن ولا تزودت قبل الموت، ظلمت سنه من احيا الظلام وشد. بالله
أبانا خذينا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. خذينا دعا إلى الله فاق النبيين وكلهم من رسول الله وواقفون لديه ومعنا فهو الذي تم معناه وصورته وعنا منزه عن شريك دع دعته النصارى في نبيهم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فإن فضل رسول الله ليس له وعنا لو ناسبت قدره آياته عظما كل اختنام هذا هو ما عنديش فيه من أكرم بخلق نبي زانه خلق فإنه شمس وككل آيات الرسل الكرام بها فإنما اتصلت خذينا فإنه شمس وخذينا أكرم بخلق نبي زانه خلق ترى هزبت معاه كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر خذيناها خذينا كأنه وهو فرد في جلالته كأنما اللؤلؤ المكنون من صدف وكذلك لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه خذيناها كملناها البيت أبان مولده حافظ خذيناه أبان مولده خذيناه ما لا والله صحيح يوم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمة الله عليه بالنسبة للي عنده الكتاب لدي شرح بردة المديح اسمه شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح. هذا كتاب عظيم ياسر شرح البردة بتاع الرسول ولكن يتعرض لبرشا أمور لغوية في النحو وفي الصرف وفي البلاغة وفي غيرها من العلوم. هذا شكون اللي ألفه شيخ طار العاشور الجد اللي مات قلنا 1868 قبل ما يتولد الشيخ محمد الطاهر اللي عنده التحرير والتنوير المفسر عزيزه هذا. العنوان اسمه شفاء القلب الجريح شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح للشيخ محمد الطاهر بن عاشور الجد. به قال رحمة الله عليه يوم شكون اللي قال البوصيري في البردة يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. يوم شنو يعرفوه يوم بالرفع بدل من مولده. شوفوا قبل أبان مولده يوم ينجم يكون حتى قبل 10 كلمات البدل تفهموا فيا. ملأ أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. يوم تفرس يوم بالرفع بدل من مولده. وقال أبان مولده كلمة مولده يوم بدل من شنو من مولده. كيف تقول من مولده تقول لك شو راي من تكسر قولوا لا حكاية يجوز فيه ما عادش لا ينفع فيها حرف جر لا شيء تنقل الكلمة هي بيدها وتحطها تسمى مرفوع على الحكاية. وتنجم تقول من مولده أو قد طبقت حكم الإعراب فيه. يوم ملا بدل من مولده على ما بيناه. يوم تفرس التفرس في اللغة العربية ما معنى التفرس؟ هو التثبت والتفطن من الفرس. شنو معناه؟ هو التثبت والتفطن يتسمى تفرس. والاسم الفراسة بكسر الفاء. هو يضبط لك خذ كراو كتاب كويس انه ضبط الامور في عديد الاشياء من جملتها. قولوا احنا فرس لا في بكسر الفاء. وفي الحديث الصحيح اتقوا فراسة المؤمن خرجه الإمام البخاري ثاني مش في الصحيح لا في التاريخ عنده كتاب اسمه التاريخ. اتقوا فراسة المؤمن في تاريخ البخاري.
والفرس بضم الفاء، ويقال لهم فارس. تحب تقول فرس ولا بلاد؟ شنو تقولي، بلاد فرس ولا بلاد فارس؟ يقولوا لهم فارس ولا فرس؟ هم أمة عظيمة. فهو يفسر لنا ما معنى الفرس هذول شكون وفارس شكون. قال أمة عظيمة كان مسكنها في شمال العراق. مالا فارس والفرس مش إيران، ممكن دولة كل مع بعضها. يبدأ من شمال العراق، وهم من أولاد هدرام ابن أرفخشذ ابن سام. شكون سام؟ ابن نوح، ومشي من غادي حتى البناء آدم. وسموا فارسا لأن أباهم كان له 12 ولدا، فكلهم فارس شجاع. هذا فارس تفضل أولاد اسمه فارس، سميت فارس لأن أبوهم كان عنده برشا أولاد أكثر من 10، وكلهم فرسان شجعان. تفضل حاجة. وقيل سموا بذلك لأن بعض أجدادهم اسمه فارس، وهو فارس ابن كيومرث، أول من ملك من ملك فارس. والفرس هو أول ملوك بتاع الفرس، اسمه فارس ابن كيومرث، وكان منفردا عن العالم، ففشى البغي في زمانه، فاجتمع عليه الحكماء وقالوا إن صلاح هذا العالم في إقامة ملك يورد الأمور موردها ويصدرها مصدرها، كما أن صلاح الجسد بالقلب، وأن العالم الصغير من جنس العالم الكبير. قالوا له فماش إنسان ينفرد واحد ولا باش يصير فساد، حتى بلاد واحد ما عادش تتخذ راه باش يصير فساد، تقول شراب باش تقدم باش نعمل، لا 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 بد. هذوما الحكماء قالوا. وللحديث إن شاء الله بقية. احنا هكا تو في شرح بيت يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. في تفسيرها قد ما يقارب 1.5 صفحة، وتشوفوا معناتها تشوفوا قديش هالراجل عالم وقديش تستفادوا منه. نمشيو خطوة خطوة، ما نزربوش وما فهمناش حاجة قولوا له ما فهمناش، أما يعدي اللي بعد ما نقرأوه الكل كي الجريدة ما يفهم حد شيء. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين بارك في جمعنا هذا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير فاضح ولا مخزي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فرج كرب غزة وفلسطين وجميع كرب المؤمنين. ربنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. طاب شي جيسي حمادي شكون اللي عنده سؤال يسأل. هكا كاملين لاباس مثلا الهدايا يسلموا عليكم هكا، ولا الناس كل تكتب ما شاء الله، أعمال يكتبوا ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفعنا الله بعلمكم وزادكم الله علما. امين. ما ربي علمنا وليدي، ما احنا طلاب علم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم سيدي، يا ربي يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايضا سامحوني باش نسكر عليكم.